لأول مرة منذ إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل يزور قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار المغرب برفقة وفد عسكري رفيع المستوى، زيارة بحث خلالها مع مفتش القوات الملكية الجوية العابد العلوي بحامة تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين المغربي والإسرائيلي. ويعمل المغرب على تعزيز قدراته البرية والجوية بمساعدة إسرائيل، حيث تقترب الرباط من الحصول على أحدث جيل من الطائرات بدون طيار التي يعتمد عليها سلاح الجو الإسرائيلي. إذن على ماذا يدل سعي المغرب في تطوير دفاعها الجوي في وقت يتعمق به الخلاف الجزائري المغربي؟ وكيف تنظر الجزائر وجبهة البوليساريو إلى هذا التعاون بين المغرب وإسرائيل؟ نناقش بعد هذا التقرير.